ده اسمه جين سيوك، واد مكتئب مضغوط دراسيا إلى أبعد الحدود. بينقل على بيت جديد هو وأبوه وأمه وأخوه الذي يدعى يوسيو، وده شاب متفوق من صغره واتخرج من جامعة المتفوقين. من وهو صغير كان عنده موهبة في أي مجال دخل فيه، سواء بقى موسيقى أو رياضة وما إلى ذلك. ده حتى كمان موهوب في الأعمال اليدوية وبيعرف يصلح معظم الحاجات. كمان محافظ على صحته وبعيد عن التدخين وما بيقولش أبدا أي ألفاظ خارجة. بيفكر دايما بمنطقية ومرح ولسانه كويس مع الناس كلها. من الآخر شاب مثالي، عشان كده الكل معجب بيه، ومنهم جين سيوك اللي بيفتخر دايما بيه. لكنه مع الأسف اتصاب السنة اللي فاتت في رجله في حادثة غريبة، لكن بالنسبة ليه ولعيلته لسه البطل المثالي. بيقول جين أول ما بيوصل على البيت إن على الرغم إنهم لسه ناقلين وأول مرة يشوف البيت، إلا إنه لسبب ما حاسس إن البيت مألوف وكأنه شافه في وقت ما في الماضي، وكان واقف بالظبط نفس الوقفة دي. بتخش العيلة البيت وبتبدأ توزع كل حاجاتها فيه، وبيكون اليوم ده بالظبط يوم 5 مايو 1997. وبيتفاجئ جين ان اخوه يوسيوك هيقعد معاه في نفس الاوضه، وده لان الملك السابق للبيت ساب شويه حاجات ليه في الاوضه الصغيره اللي في الدور العلوي، وطلب كده من والدهم وهو ما قدرش يرفض عشان قلبه طيب. بتقعد العيله مع بعضها بالليل على العشاء، وبيقول لهم ابوهم ان وضع مشاركتهم الاوضه مؤقت، وان الملك قال انه هياخد حاجته من الاوضه خلال شهر، وطلب منه ان محدش يدخل الاوضه دي. وبيوجه كلامه لجين وبيساله اذا كان لسه بياخد الدواء، فبيقول له ايوه. وبيسمع جين صوت جاي من الأوضة اللي فوق، واللي هي نفس الأوضة اللي الملك سايب فيها حاجته. فبيسأل باقي العيلة إذا كان سمعوا صوت جاي من الأوضة دي، لكن الكل بيستنكر الصوت، وأمه بتقول له ممكن ده صوت الرعد. ولما بيبص بره بيلاقي رعد فعلا، لكن برضه بيفضل جين باصص ناحية الأوضة. وبعد العشاء بيطلع جين يذاكر شوية ويقوم ينام، فبيطمن أخوه ويقول له إنه ما يفضلش قلقان وإنه هينجح في الامتحان السنة دي، وبيستأذن منه علشان ينام. لكن جين بيقعد يسمع أغاني، وفي وسط الأغاني بيسمع أصوات غريبة جاية من ناحية الأوضة، فبيقوم عشان يشوفها. لكن قبل ما بيفتحها بيفتكر كلام أبوه إنهم لازم يفضلوا بعيد عن الأوضة، لكنه بيكمل وبيكون هيفتحها. وقبل ما يفتحها بيوقفه يوسيو، فبيقول له جين إنه على طول بيسمع من الأوضة دي أصوات غريبة. فبيحاول يسمع لكنه ما بيسمعش أي صوت. فبيفضل جين يبرر له إن كان في أصوات هنا من 5 دقايق، لكن يوسيوك ما بيصدقهوش وبياخده معاه ويخرجوا يشموا هوا تحت المطر عشان يهدى. فبيشكروا جين، وبيجي ليوسيوك تليفون فبيستأذن منه عشان يروح يجيب مستند لأبوه كان طالبه منه وعاوزه دلوقتي. ولما بيقول له جين إنه هيروح معاه بيقول له خليك هنا، أنا مش هكمل 10 دقايق وهرجع لك. فبيشغل جين أغاني ويتمشى. أما يو فبيطلع عليه مجموعة من الشباب بيفضلوا يضربوا فيه وبيكونوا عاوزين ياخدوه، فبيلمحوا جين وبيجري عليه، لكن الشباب بيكونوا أخدوه في العربية ومشيوا. فبيحفظ جين رقم العربية وبيفضل يكرره عشان ما ينساهوش. وأول ما بيروح بيقول لأهله إن يوسيوك اتخطف وبيغمى عليه، وأول ما بيفوق بيكون أهله جنبه، وبيكونوا بلغوا الشرطة اللي بتيجي تحقق مع جين علشان تعرف منه تفاصيل أكتر، لكنه ما بيعرفش يفيدهم بأكتر من رقم اللوحة اللي على العربية. فبتعرفوا الشرطة إن مش موجود أصلا في البلد لوحة بالرقم ده، وممكن بسبب المطر والظلام قرا الرقم غلط. فبيفضل يصر إنه متأكد من الرقم. فبتقول له الشرطة إنهم عرفوا إنه بياخد أدوية مضادة للاكتئاب، فبيصرخ فيهم إنه متأكد من الرقم. وبيقول والده للشرطة كفاية تحقيق النهارده لأن ابني تعبان. وكل يوم كانت بتيجي الشرطة تحقق وتحاول تدور على خيط، لكن من غير فايدة. ويوم عن يوم بدأت الشرطة تستهتر بسبب الملل، لكن كل ما كانت بتستهتر أكتر كان جيم بيقلق أكتر، لحد ما في يوم من الأيام كان جيم بيحلم حلم غريب مش باين ملامحه، وبيصحى على صوت واحد بيقول اقتلوه. وكل يوم بيشوف نفس الحلم، لحد ما في يوم بيحلم إن كان في خبط جامد في الأوضة المقفولة، بعدين الخبط وقف والأوضة اتفتحت. فبيخبي وشه بالغطا بسرعة لأنه كان خايف، وبيفضل ظل يقرب منه، لكن بعد شوية بيبص تاني فبيلاقي الأوضة مقفولة. فبيفتكر إنه كان بيتهيأ له، لكن لما بيبص جنبه بتهجم عليه واحدة وهي بتصرخ، فبيصحى مفزوع، وبيكون عدى على خطف يوسيوك 19 يوم. فبتفتح أمه وأبوه عليه الأوضة ومعاهم يوسيوك، لكن يوسيوك ما بيكونش فاكر أي حاجة حصلت. ولما بيتعرض على دكتور بيقول له إن اللي هو فيه ده نفسي، وكل اللي في إيديهم يعملوه إنهم يستنوا بس. وبيروحوا الاتنين
يناموا. وبالليل وفي وسط النوم بيفوق جين من نومه وبيسمع صوت الباب بيتقفل، ولما بيبص على سرير اخوه بيلاقيه فاضي فبيكمل نوم. تاني يوم وهم بيفطروا بيسأل اخوه راح فين امبارح، فبيقول له يو انه ما اتحركش وانه اكيد كان بيحلم. ولما بيخلص اكل بيقوم يمشي فبيلاحظ اخوه انه بيعرج برجليه اليمين مش الشمال، فبيسأله ايه اللي حصل لرجله ومن امتى بيعرج باليمين. فبيقول له يو سيوك يبطل هزار لانه متأخر على شغله وبيرجع يعرج بالشمال. فبيفتكر جين انه بيتهيأ له، ولما بيخلص اكل بيروح يذاكر. وبعدها بتتجمع الاسرة على العشاء، وبعد العشاء بيرجع تاني يذاكر فبينام على نفسه وهو بيذاكر. فبيقوم يو سيوك ويمسك القلم الرصاص ويفضل يطلع السن بتاعه لحد ما كان هيجي في عين جين، لكن السن بيخلص فبيقع. وبعدها بيخرج من البيت، لكن جين ما بيكونش نايم وبيخرج وراه يشوفه رايح فين، وبيلاقيه بيمشي عادي من غير ما يعرج وبيروح يركب عربية ويمشي. لكن جين بيوقف العربية اللي بعدها وبيمشي وراه، ولما بينزل جين وراه، وبيفضلوا ماشيين في شوارع وكل اللي بيشوف يو سيوك بيديله تحية وبيناديه بالرئيس. وبيلاحظ جين ان الاتنين اللي واقف معاهم يو سيوك هم الشرطيين اللي جم بيته وكانوا بيحققوا في قضية اختطاف يو سيوك. وبيكمل يو سيوك ماشي وجين وراه لحد ما بيخش يو سيوك في مكان وبيخش جين وراه ما بيلاقيهوش، وبيلاقي الاتنين اللي مش شرطة وراه، ولما بيكونوا خلاص هيمسكوه بيهرب منهم ويروح يستخبى في مكان. فبيبعدوا عنه وبيجي اخوه من وراه وبيخدره وينيمه، وبيصحى جين يلاقي نفسه نايم على المكتب وراه اخوه. فبيسأله اذا كان فضل يذاكر طول الليل، فبيقوم جين مخضوض وبيفضل يبص لاخوه باستغراب. فبيسأل اخوه اذا كان حصل حاجة، فبيقول له هو خايف لا ما حصلش حاجة، وبيجري على الحمام وبيقفل وراه من جوه. فبيروح وراه يو سيوك وبيفضل يفتح في الباب ويسأله اذا كان بخير. فبيصرخ فيه جين من كتر خوفه وبيقول له يمشي. فبيصر اخوه عليه وبيفضل يقول له مالك. فبيقول له انه مشي وراه امبارح وشاف كل حاجة، وشاف كمان الاتنين اللي جم البيت على انهم محققين وفضلوا يجروا وراه امبارح. فبيقول له اخوه انت رجعت تحلم تاني؟ فبيقول له انه ما كانش حلم وانه شاف كل حاجة بوضوح. فبيسيب اخوه ويبعد عن الباب. فبيمسك جين حديدة ويخرج من الحمام، فبيهجم عليه يو سيوك ويمسكه ويفضل يهديه. فبيقول له جين ما تحاولش تخدعني. فبيقول له يو سيوك انه بيقول الحقيقة وانه فعلا ما خرجش من البيت امبارح وما راحش اي مكان، وبيسأله اذا كان اخد دواء امبارح. فبيفتكر جين ان الحباية وقعت منه وما اخدهوش، فبيعيط وبيقول له لا. فبيخليه ياخد دواء ويمشي يروح شغله، لكن قبل ما يمشي بيعتذر له جين. فبيمشي يو سيوك على شغله، وبيرجع جين على مكتبه فبيلاقي القلم الرصاص واقع وسن القلم على الترابيزة زي ما هو، وبيفتكر الكلام اللي كان بيقوله له، وبيلاحظ انه جاب سيرة التاكسي اللي ركبه امبارح، وجين اصلا ما قالهوش انه ركب تاكسي. فبيتأكد من كل اللي كان فيه. واول ما امه بترجع البيت بيقول لها كل حاجة فبتقلق. فبيقول لها لو خرج النهارده هنصحي بابا ونمشي وراه، وبيقول لها ان ده مش يو سيوك، وبيرجع يقعد فوق. فبيسمع صوت جاي من الأوضة اللي قصاده، فبياخد مضرب بيسبول ويروح المرة دي يفتحها. فبيلاقي أخوه مشنوق جوه، فبيصحى من الحلم اللي كان فيه مفزوع. ولما بيروح يشرب مية بيسمع أمه وهي بتتكلم في التليفون، وبتقول إن شكل الغبي ده عرف كل حاجة، وإنه قال لها كل حاجة بالتفصيل وكل اللي حصل معاه. فبيفضل جين يسمع، لكن لسوء الحظ رجله بتلمس الباب فبيطلع صوت. فبتغير أمه الموضوع وبتروح ناحية الباب، لكن لما بتفتح ما بتلاقيش حد. فبتفضل تدور، لكن جين بيكون مستخبي ورا الباب من بره فما بتلاقيهوش. فبيقول لها يو سيوك تطلع تشوفه اذا كان نايم في اوضته. فبيطلع جين من بره على الحيطه عشان يخش الاوضه قبلها، لكنه بيتزحلق ويقع فبيطلع تاني، ولكن الشباك بيكون مقفول فبيحاول يفتحه. وقبل ما يفتحه بتكون امه وصلت الاوضه، وقبل ما تفتح الباب بيرن التليفون. فبتفضل تتكلم وهو بيفضل يحاول يفتح الشباك. ولما بتخلص وتخش الاوضه بتلاقي نايم تحت الغطا، فبتسيبه وبتروح تقفل الباب. فبيقوم جين وبيفضل يتنفس بسرعه، ولما بيبص قدامه بيلاقوا امه ما خرجتش اصلا من الاوضه. فبتقول له انت عرقان جدا لدرجه انك كلك مبلول، وبتبص على الشباك المفتوح وتسيبه وتنزل، وبتكلم حد تقول له يجي بسرعه لانها هي كمان اتكشفت. وعلى ما بتخلص بيكون جين نط من الشباك، فبيلاقي قدام ابوه اللي بيبص له هو حافي ورجليه كلها دم. فبيقول له هتروح فين؟
فبيقول له هروح لواحد صاحبي ما تعرفهوش، وبتخرج من وراه كمان امه وكمان شخص بيكون وراه، فبيقول له ابوه تعالى نتكلم جوه في البيت، فبيزق جين ويجري، فبيجري ورا الشخص التالت اللي كان واقف، وبيفضل يجري جين لحد ما بيوصل للشرطه، وهناك بيقول لهم ان في اشخاص خطفوه واحتجزوه لشهور في بيت دورين، وبيدعوا انهم عيلته الحقيقيه، وهو ما يعرفش هو ليه كان مصدق كذبهم، يمكن عشان هم عيلته الحقيقيه ولا ايه السبب اللي خلاه يصدق. فبتضطر الشرطه تفهم منه بالراحه اللي حصل، وبتجيب السجل بتاعه وبتساله على حاجه شبه الرقم القومي كده، وبتقول له انت اتولدت 1977 يبقى دلوقتي عندك 41 سنه. ها الواد دماغه جابت ايرور حرفيا، يعني اخوه بيتآمر ضده مع عمه وابوه، بس كده لا والله ده يطلع كمان سنه مش سنه واكبر من سنه ب20 سنه. فبيستغرب وبيقول لهم ان عنده 21 سنه بس، فبيضحكوا عليه وبيقولوا له يركز في التاريخ، فبيلاقي انهم في 2017. الواد من كتر الذهول فقد النطق وما عرفش يقول كلمه، وبيقوم يبص على نفسه في المرايه فبيلاقي شكله اتغير تماما وكبر وبان عليه، وبعد شويه بيروح البيت يفضل يصرخ ويقول لهم اخرجوا وخلونا نتكلم، لكن محدش بيرد، وبيسمع صوت جاي من الاوضه المقفوله، ولما بيطلع بيلاقي المكان متغرق دم، وبيجي يوسيوك من وراه معاه امه وابوه، وبيقول لاخوه خطتنا فشلت تاني، فبيبدا يسالهم هم مين وعملوا فيه ايه، فبيبدا يوسيوك يحكي له ازاي ده كله بدا، وبيقول له ان الموضوع بدا من 20 سنه لما عيله اتقتلت في بيتها، تحديدا في الاوضه اللي احنا فيها دلوقتي، وكانت قضيه قتل الام وبنتها بطريقه وحشيه باستخدام سلاح حاد، وما اتسرقش اي حاجه من البيت، والقضيه دي انتشرت في البلاد والكل اهتم بيها وكانوا غضبانين على اللي عملها. ده كمان اتشكل فريق تحقيق خاص عشان يحل القضيه، والكل كان بيسال فين القاتل، لكن الشرطه فشلت انها تلاقيه، وفاتت سنه بعد سنه والناس بدات تنسى القضيه بالتدريج لحد ما نسوها خالص لما المده المحدده عدت، والقضيه اتقفلت، لكن عيله الضحيتين ما عرفوش ينسوا الموضوع، ووظفوا كذا شخص عشان يحقق في القضيه دي تاني، واولهم كان يوسيوك واللي اسمه الحقيقي تشوي. وفات شهر بعد شهر، وبعد 4 سنين قبضوا على القاتل، وبيبداوا يسالوه هو ليه عمل كده، لكن هو ما كانش يعرفهم اصلا، فبيفضل يقول لهم انه مش فاكر اي حاجه عن الموضوع ده، وبيفضلوا يعذبوه. فبيقول له جين يعني تقصد انا القاتل؟ فبيقول له ايوه انت القاتل. فبيقول له ان ده مستحيل وانه ما يعرفش اي حاجه عن اللي هم بيقولوه، لكن عارف انه ما قتلش حد ابدا. فبيقول له تشوي انت دايما كنت بتنكر الموضوع من بعد ما قبضنا عليك، ولما كنا بنراقبك كنا بنلاحظ ان شكلك ما بتكذبش، لكن احنا عارفين حقيقه انك القاتل. ولما عيله الضحيتين عرفت ارتبكت جدا، يعني في النهايه لقوا الراجل اللي دمر عيلتهم وحياتهم وكانوا جاهزين انهم ينتقموا، لكنك ما افتكرتش اي شيء، ده انت حتى ما كنتش عارف انت ليه عملت كده، وهل عملت كده لوحدك ولا حد امرك بده، ما افتكرتش ابدا اللي حصل، وعشان كده ما اتقتلتش. وعشان كده وظفنا شخص كمان شغال في الشرطه كخبير في التحقيق عن طريق التنويم المغناطيسي، والشخص ده يدعى سيونج بار، وده اللي كان عامل دور والده، وبدا يشتغل معاهم وحاول بكل طرق العلاج بالتنويم المغناطيسي، لكن مقاومته النفسيه كانت اقوى بكتير، وفعلا هو مش فاكر اللي حصل، وده لان الذكريات كانت صدمه جدا، وعشان كده انت خرجتها من دماغك. فبيقترح عليهم سيونج بارك انهم يرجعوه بالزمن للحظه اللي قبل ما يتورط في الحادث، وكتب لهم دواء منوم، وده اللي كانوا بيديهوله على اساس انه دواء كتاب، وكمان استعانوا بممثله علشان تعمل دور امه، وبيبداوا خطتهم. واول حاجه بيقنعوه انهم سنه 1997 وعمره دلوقتي 21 سنه، وبيبدا سيونج بارك يساله هو بيعمل ايه دلوقتي، فبيقول له انه في العربيه مع ابوه وامه واخوه الحقيقيين وراسه على كتف امه نايم، فبيقول له خليك نايم زي ما انت وهتصحى لما اقول لك تصحى، ولما تصحى يفضل عمرك زي ما هو 21 سنه وهتعيش في سنه 1997. وبيبداوا تنفيذ الخطه من بعد ما بيصحيه، وبيفضل تشوي مركز معاه وبيقول في دماغه انه طبيعي يكون البيت مألوف بالنسبه له، وبتبدا تمر الاحداث اللي حكيناها. ولما بيسمع صوت من الاوضه اول مره بيكون بتوع الادله الجنائيه وقع منهم حاجات غصب عنهم، لكنهم عرفوا يغطوا على الصوت وقالوا انه الرعد. اي نعم كان في اخطاء صغيره، لكن كل حاجه كانت ماشيه زي ما خططوا تقريبا، وكانوا بيخططوا انهم يحيوا ذكرياته تاني في اليوم اللي كان الجو فيه بيمطر.
وخرج هو واخوه وشكلنا مسرح الجريمة بكل تفاصيله. حتى الموسيقى اللي كانت شغالة وقت الجريمة من 20 سنة كانت جاهزة تشتغل، لكن حصل حاجة خربت كل خطتنا، وهي ان الشرطة قبضت عليا في اللحظة دي بتهمة الاحتيال. لكن لحسن الحظ انك فهمت الموضوع غلط. اما انا فبعد 19 يوم سابوني، وده طبعا بعد الرشوة واستخدام كل العلاقات. وكنا المفروض هنبدأ خطتنا تاني، لكن كان لازم الأول الدنيا تمطر. وخلال الأيام اللي كنا مستنيين فيها الدنيا تمطر بدأ تأثير التنويم المغناطيسي يتلاشى، وعشان كده بدأت تشك، والشك زاد باستمرار. وفي النهاية وصلنا هنا، وبيكون واخده معاه في العربية ورايحين مكان وهو ساكت ما بينطقش. فبيقول له انت فاكرني بكذب؟ فبيقول له لا، كل اللي قلته صح إلا حاجة واحدة، انه ما كانش أنا لأني ما قتلتش حد. فبيقول له انت قتلت 2 ستات وهتموت قريب بأكتر الطرق اللي توجعك. فبيقول له لا مش هموت، وبيفتح الباب وبينط من العربية وبيفضل يتفادى في العربيات، وهم بيفضلوا يجروا وراه بالعربية وبيكونوا خلاص هيلحقوا. لكن في عربية بتعطلهم وبيكملوا وراه تاني، لكن قبل ما يخبطوه بتيجي عربية تانية فبيخبط فيها تشوي، وبسببها بيعمل حادثة وبيخش في نخلة. فبيقوم جين يبص على تشوي اللي بيكون غرقان في دمه وبيفقد الوعي، فبيسيبه ويمشي. فبتيجي عربية تانية تخبطه، وبينزل اللي فيها يطمن عليه ويطلب له الشرطة بسرعة عشان حد يلحقه، وبيقولوا وبيخش العمليات. وبيبدأ وهو هناك يفتكر سنة 1997 اليوم اللي راكب فيه مع أهله العربية، لكنه بيفتكر اللي حصل بالظبط، وبيفتكر إنهم عملوا حادثة ومات فيها أبوه وأمه. لكن أخوه كان عايش، بس كان محتاج عملية مكلفة وعلى الأجهزة من 6 شهور. فبيفضل يدور على شغل في كل مكان لكن من غير فايدة، ومحدش بيرضى حتى يديله فلوس مقابل إنه يعمل له أي حاجة أو هيبقى يردها له بعدين. ده كمان الدكتور بيضغط عليه وبيقول له ان اخوه المفروض يعمل العمليه في اسرع وقت، ودي الطريقه الوحيده عشان ينقذ حياته. فبيضطر جين انه يروح يعرض على حد علشان يبيع احد اعضائه علشان ينقذ اخوه الوحيد، لكن الراجل بيرفض وبيقول له ان الموضوع خطير وممكن ما يعيش بعده، وكمان حال البلاد بيتدهور فيحافظ على نفسه احسن. ولما بيروح البيت بيرد عليه حد على النت بخصوص الشغل، فبيقول له انت متاكد انك هتعمل اي شيء اطلبه منك حتى لو قلت لك تقدم روحك؟ فبيقول له انت ليه بتسال سؤال زي ده؟ فبيقول له عشان انت عاوز الفلوس وانا عاوز يأسك. وبيساله عايز فلوس قد ايه؟ فبيقول له طب ممكن تديني شويه معلومات عن الشغل؟ فبيقول له هتقتل حد. فبيديله فرصه يفكر لحد تاني يوم الظهر، ولو وافق يسيب رقم موبايله. فبيفضل جين يفكر، لكن في الاخر بيوافق وبيبعت رقمه، ويا دوبك بيبعته بيلاقي حد بيكلمه يديله عنوان البيت اللي حصل فيه الجريمه، وبيسيب له المفاتيح في مكان جنب البيت، وبيقول له هتلاقي هناك ست وولدين، سيب الولدين واقتل الست. بيخش جين البيت، واول ما بيفتح الاوضه وبيشوف الست نايمه بيرجع في كلامه وبيقفل عليها الباب تاني، وبيكون خلاص هيمشي. لكن قبل ما يمشي بتقوم الست وبتكون فاكراه جوزها، لكن لما بيلف بتبدا تصرخ. فبيقول لها تهدى فبتسكت. فبيقول لها انه اسف وانه تقريبا فقد عقله اللحظه، وبيكون ماشي من البيت بهدوء. فبتنزل بنتها، واول ما بتشوفه في ايده سكينه بتبدا تصرخ. فبيجري وراها يهديها ويقول لها تبطل تصرخ. فبتجري ورا امها، فغصب عنه بيزقها من على السلم فبيغمى عليها. وبيروح جين ورا البنت وبيفضل يقول لها تهدى وهو هيمشي دلوقتي، لكن هي بتفضل تصرخ وهو بيفضل يزق عليها الباب. فبيفتح الباب فجأة وغصب عنه بيقع عليها والسكينة في بطنها. فبتحاول البنت تقوم كذا مرة لكن ما بتعرفش تقف خالص، وبعدين بتقع ما بتقدرش تقوم. فبيجري عليها وبيقول لها انه قال لها كتير تهدى وتبطل تصرخ، وبيفضل يعيط. فبتيجي وراه امها اللي اول ما بتشوف بنتها كده بتفضل تصرخ، فبيقول لها تبطل تصرخ وبيقوم يهجم عليها، وغصب عنها بتروح على سماعة وتشغلها قبل ما تقع وبتشغل موسيقى. وقبل ما يمشي بيقوم الطفل الصغير وبيسأله هو مين وفين امه. فبيقول له جين انه يرجع سريره ويعد من 1 ل100 10 مرات وهو هيرجع امه واخته. فبيوافق الطفل وبيبدأ ينفذ. وجين ماشي من البيت بيشوف صورة العيلة كلها سوا، وبيعرف ان دي عيلة الدكتور اللي كان بيكلمه على حالة اخوه، وبيعرف كمان ان هو اللي اتفق معاه يعمل كل ده. وبيكون الدكتور واقف في مكان عشان يراقب كل اللي هيحصل. فبيتصل عليه ابنه الصغير وهو بيعيط،
وبيقول له ان الراجل ضحك عليه وخلاه يعد من 1 ل100 لكن صحي لقى امه واخته مقتولين. فبيسأله عن اللي حصل لاخته فبيقول له انها ما بتتنفسش. فبيقول له انه جاي حالا، واول ما بيلف بيلاقي جين وراه. فبيقول له ان التضحية بزوجته كانت هتنقذ عيلته من انها تترمي في الشارع بفلوس التأمين بتاعها. فبيقول له انه ما ينفعش يعمل حاجة زي دي لعيلته. فبيقول له الدكتور انت قابلت بالعرض عشان تنقذ اخوه، وانا عملت كده عشان انقذ اولادي، ولكن انت دمرت كل شيء. بنتي دلوقتي ميتة واخوك هيموت قريب وانت كمان المفروض تموت. وبيمسكوا يخنقوا ويوديه ناحية السور، ولكن السور بيتفك فبيكون خلاص الدكتور هيقع. فبيمسكوا جين ويحاول ينقذه لكنه بيتزحلق من ايده ويقع. فبيروح جين وبيفضل قاعد يرتعش في البيت. بنرجع للوقت الحالي مع جين في المستشفى ومتركب له محاليل ومتعور في كل مكان. وبيكون تشوي قاعد على كرسي جنبه وبيقول له لا يموت الانسان بسهولة. وبيقوم علشان يديله حقنة هتموته، لكن قبل ما يديله الحقنة بيقول له جين انه يقول لعيلة الضحيتين انه اسف. فبيرمي تشوي الحقنة وبيقول له يبقى انت رجعت لك ذاكرتك. حد كلفك بكده صح؟ ممكن يكون جوز الست اللي كلفك بكده، ممكن يكون وقع على مجموعة التأمين عشانها قبل الحادث بشهر. وبيقول له عيلة الضحيتين عاوزة تعرف اذا كان كلفك بالموضوع عشان فلوس التأمين. وبيسأله فاكر الطفل اللي انت ما قتلتوش في الليلة دي؟ المفروض تفضل تعتذر له وتتحايل عليه علشان يسامحك. انت وعدتني في الليلة دي اني لو عديت من 1 ل100 10 مرات هترجع لي امي واختي، لكن ما حصلش. تعرف قد ايه حياتي اتغيرت من بعد اليوم ده؟ قرايبي خدوا كل الفلوس ورموني في ميتم. انا كنت بعيط كل ليلة واقول لنفسي اني لازم امسك الراجل اللي قتل عيلتي كلها وهنتقم منه مهما حصل. ما قتلتش ليه الطفل ده كمان في الليلة دي؟ كان المفروض تقتل الطفل ده كمان. فبيفضل جين يعتذر له، فبيفضل يزعله ويسأله اذا كان والده هو اللي خلاه يعمل كده. فبيقول له لا، ده كله كان من نفسه ووالده ملهوش ذنب. فبيقول له انا كنت عارف ده. حقيقة ان جوزها مضى على التأمين كانت مجرد صدفة. انت متوقع مني اصدق ده صح؟ وبيقول له اتمنى لك التوفيق وبيمشي. فبيقوم جين علشان ياخد الحقنة يحقنها لنفسه، وفي نص الطريق بتوقف الممرضة تشوي وبتقول له ان الطريق ده مسدود والمفروض يرجع ويمشي من الناحية التانية علشان يخرج. فبيكمل تشوي في نفس الطريق. فبترجع الممرضة علشان تشوفه فبتلاقيه انتحر. اما جين بيكون اخد الحقنة وانتحر هو كمان. وبس كده هنا تكون انتهت حكاية جين وتشوي، حكاية مليئة بالإثارة والغموض وكل ما هو مثير. حكاية جين انتهت لكن باقي الحكايات ما انتهتش، فاستنونا في حكايات تانية جديدة إن شاء الله. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام.